اهلا بيكم لعيبه في فيديو جديد مع اهم واخر الاخبار الجديده في عالم اي فوتبول. ونبدا باول حاجه يا صديقي، هي حمله الهدايا القادمه يوم الخميس اللي جاي. طبعا منتظرين حمله قويه جدا بعد انتهاء حمله المليار داونلود دي، لان الحمله دي خلاص كده يا صديقي اخر اسبوع ليها هو الاسبوع الحالي، ويوم الخميس هتنتهي تماما بكل المكافآت اللي فيها والهدايا اللي فيها وكل شيء. وطبعا الشيء المميز هنا يا صديقي ان الحمله اللي هتنزل بعد منها هي مش مجهوله ولا حاجه بالنسبه لنا، يعني كونامي وضحت بشكل رسمي ايه نوع الحمله القادمه، لانها طبعا في البث المباشر اللي كان عن التحديث اللي فات واضافاته وكل شيء وضحت لنا مجموعه الحملات القادمه، سواء حمله المليار داونلود او حمله يوم 30/4 القادم اللي هو يوم الخميس اللي جاي طبعا، وكمان الحمله اللي بعد كده اللي هي الحمله الشو تايم. فهي كشفت لنا عن الحملات يا صديقي، ولكن ما كشفتش يعني التفاصيل كامله، ولكن ده ما يمنعش اننا عارفين ان يوم الخميس القادم في حمله التعاون، ولكن مش معروف بالظبط ايه نوع التعاون ده. هل هو تعاون جديد بين كونامي وانمي مثلا زي انمي بلو لوك كده؟ التعاون ده كان يعتبر قوي جدا وقتها، ونزلت حمله برضه قويه. يعني كان عندك يا صديقي لعيبه ايبك مجانيه زي كارت انزاجي، كان عندك كمان كروت تانية هايلايت برضه انمي، وشفنا كمان بعد كده في فوتبول 24 او 25 تقريبا تعاون جديد بين كونامي وانمي كابتن ماجد او كابتن تسوباسا طبعا بالياباني يعني. وبرضه التعاون ده جاب لنا شويه هدايا ومكافآت كويسه الى حد ما، وكان في حدث جديد كمان في اللعبه وكان فيه اهتمام كبير من كونامي. فالتعاونات دي يا صديقي بتكون جامده جدا، ولكن مش معروف بالظبط هل التعاون القادم ده بين انمي جديد ولا ممكن يكون تعاون مع شركه العاب تانية ولا ايه بالظبط، ده مجهول لحد دلوقتي. ولكن اعتقد كده ان النسبه الاكبر هي تعاون جديد مع انمي جديد. فغالبا كده يا صديقي احنا منتظرين بقى كروت مجانيه بشكل الانمي، سواء كروت شو تايم او ايبك او هايلايت او ايا كان، مع برضه حدث جديد في اللعبه او حاجه زي كده، وشويه كوينز على مكافآت تانية مختلفه بقى. يعني هي بشكل عام كده هتكون حمله كويسه جدا برضه، ما تقلش اهميه عن حمله المليار داونلود. بس تعد يا صديقي ليوم خميس قادم قوي جدا، وطبعا هكلمك بالتفصيل اكتر عن الحمله دي يوم الاربعاء القادم لما نيجي بقى نتكلم بالتفصيل عن جميع احداث يوم الخميس. ولكن دلوقتي يا صديقي نخش على الحاجه اللي بعد كده. طبعا الاسبوع ده مش بس الاسبوع الاخير في حمله المليار داونلود، ولكن هو كمان الاسبوع الاخير في الموسم الحالي في الديفيجن يا صديقي. فلو انت طبعا مهتم بالحصول على كارت جوراسي المهاجم بتاع بروسيا دورتموند ده، فيبقى لازم تحاول تركز في الديفيجن اكتر. لو انت ترتيبك اكتر من مليون على العالم، فحاول تلعب اكتر وتكسب اكتر وتدخل وسط اول مليون ده لمنصه الموبايل طبعا. ولو انت على منصات الكونسول يبقى حاول تكون وسط اول 100,000 على العالم، علشان طبعا يوم الخميس اللي جاي تستلم كارت جوراسي على طول. وبالمناسبه يعني هو كارت يعتبر كويس جدا، يعني هو مهاجم طويل وكمان معاه مهاره البولت هيدر. فلو انت يا صديقي عينك على لاعب ايبك زي كولر ولكن ما عرفتش تجيبه لاي سبب بقى، يعني معكش كوينز تفتح، مستخسر تفتح في باكج ضعيف شويه شبه ده، فانت قدامك فرصه تحصل على مهاجم معاه مهاره البولت هيدر وبرده كويس جدا في الرأسيات ومجانا تماما يا صديقي من غير ما تصرف ولا كوينز. ولكن طبعا محتاج تركز في الديفيجن شويه. كمان بمناسبه بروسيا دورتموند، فانت عندك كمان الحزمه بتاعه بروسيا دورتموند دي هتنتهي يوم الخميس، وانت عندك في الحزمه دي مدرب كويس جدا زي نيكو كوفاتش. طبعا هو من المدربين اللي بيلعبوا باسلوب اللونج بول كاونتر، وده واحد من افضل اساليب اللعب في اللعبه كلنا عارفين كده. ولكن السؤال هنا بقى، هل انت مستعد تصرف 1500 كوينز علشان تجيب مدرب بس؟ لان ما اعتقدش انك هتستفاد باي حد من الحزمه دي الا المدرب. يعني اللعيبه كلها لعيبه متوسطه جدا، ما اعتقدش ممكن حد منهم يلعب بشكل اساسي معاك يا صديقي، الا بقى لو انت تشكيلتك يعني ضعيفه جدا. ولكن غير كده بقى يبقى مش هتستفاد باي حد في الحزمه دي الا المدرب فقط لا غير. ولكن انت عندك برضه حزمه تانية بقى تنتهي يوم الخميس، وهي حزمه المدرب يورجن كلوب اللي قدامك دي، واللي يعتبر يعني مميز جدا لانه بيلعب باسلوبين لعب مطلوبين في اللعبه اللي هم المرتدات والاستحواذ، والاثنين 89 وده شيء مميز في اللعبه. وبيزود برضه مهارات مهمه عند اللعيبه زي السرعه والشراسه، وتقدر تقول ان الاثنين كمان بيأثروا على معظم اللعيبه بمختلف مراكزهم. ولكن هو مشكلته بس ان اللينك اب بتاعه ما يعتبرش قوي قوي، لان يا صديقي اللينك اب بتاعه بيكون بين المدافع اللي هو قلب الدفاع، ولازم يكون باسلوب البيلد اب ده، ما فيش فيه اي مشكله. ولكن المشكله هنا ان اللينك اب ده بيكون مع الجناح يا صديقي مش المهاجم، ودي بقى يعني حته نسبيه شويه، لان اصلا في ناس مش بتحب تلعب باجنحه في التشكيله. ده غير ان طبعا لو عملت اسيست يعني بالمدافع للجناح فممكن يستلم الكوره على طرف الملعب قوي، وده مش هيعمل خطوره كبيره قوي على الخصم اللي قدامك طبعا، على عكس بقى ما بيكون اللينك اب بين المدافع والمهاجم مثلا. ساعتها المهاجم بيستلم الكوره في عمق الملعب وده بيعمل خطوره اكبر على الخصم. ولكن لو انت يا صديقي مش هتركز قوي على موضوع اللينك اب ده، فهو مدرب في المجمل قوي جدا. فانا حبيت اوضح لك ان الحزمتين هينتهوا طبعا يوم الخميس لو انت يعني حابب تلحق اي حزمه فيهم. ولكن لو مش عاوز تجيب حد منهم فانتظر بقى، لان وارد جدا يكون معانا حزم جديده، وده يوم الخميس القادم يا صديقي، سواء بقى حزم مدربين او حزم انديه او حتى
المنتخبات. وبمناسبه كلامنا عن المنتخبات فتعال نخش بقى على الخبر اللي بعد كده، والخبر ده بيقول لك كونامي على وشك اطلاق حدث كاس العالم 2026 بتصميم جديد يا صديقي. هيكون بقى فيه احداث جامده جدا، يعني انت مبدئيا كده هيكون عندك بطوله خاصه بكاس العالم في اللعبه، والحدث ده هيكون بيضم 48 منتخب وطني، يعني نفس عدد المنتخبات اللي في البطوله الحقيقيه طبعا. فتقدر تقول كده ان الواقعيه في اللعبه مع كاس العالم الحالي ده اقوى بكتير من كاس العالم اللي فات، اللي كان سنه 2022 يا صديقي، لما طبعا اي فوتبول 22 نزلت بقى حدث كده خاص بكاس العالم. كان ساعتها حدث يعني مش قوي قوي على عكس بقى الحدث القادم. والخبر ده كمان بيأكد ان كونامي بتهدف الى تقديم اجواء حقيقيه لكاس العالم، مع اضافه كمان الكره الرسميه اللي هتكون متواجده في كاس العالم. والخبر ده بيقول لك ان لو كونامي قدرت تحصل على ترخيص من فيفا، فممكن كمان تشوف واجهه مستخدم او طبعا يعني واجهه خاصه بالحدث ده مختلفه تماما. وبيقول لك كمان ان منتظر بقى يوصل الاعلان الرسمي بتاع حدث كاس العالم ده في منتصف مايو، ثم بعد كده الحدث ينزل بالكامل بعد التحديث الكبير في 4 يونيو. فتقدر تقول كده ان فيه اهتمام كبير من كونامي بكاس العالم القادم. وبس كده لعيبه، اتمنى يكون الفيديو عجبك، تعمل لايك، سبسكرايب لو انت اول مره بتشوفني، وانزل اكتب لي كومنت رايق يا رايق. سلام.